السماعة يظهر في حاجة حصلت. كريمة، أمك بتمشي وهي نايمة. كريمة ها؟ هي كمان؟ هو احنا لحقنا نرتاح منه لما تطلع لنا هي كمان؟ يا سلام، هي دي الإنسانة اللي كنت بدور عليها. هي دي الإنسانة الكاملة. زي ما شفنا السينما اتكلمت كتير على اضطرابات النوم، لكن يا ترى كل الكلام اللي السينما عملته ده كان كلام علمي مظبوط ولا شغل سيما؟ اضطرابات النوم من الأمراض الشائعة جدا في كل المجتمعات ومنها المجتمع المصري. أكتر من 50% من الناس عندها اضطرابات نوم، لكن للأسف نتيجة لقلة الوعي الناس ما بتستشيرش الطبيب وبالتالي ما بيتمش تشخيصها ولا علاجها. ولكن اضطرابات النوم ممكن ان هي تتشخص وتتعالج، وتشخيصها بيحصل عن طريق ان احنا ناخد تاريخ مرضي كويس، وكمان بنستخدم اجهزه قياس النوم او بوليسومنوجرامز في عيادات النوم. وده بيبقى عباره عن جهاز، جزء منه هو جهاز قياس كهربة المخ او الاي اي جي عشان نقدر نعرف المريض في اي مرحله من مراحل النوم، زائد اجهزه تانية بتقيس النبض والنفس وحركه الجسم واحيانا كمان حركه العينين. واضطرابات النوم كتير، منها مثلا الاضطرابات التنفسيه. يعني مثلا عارفين الناس اللي بيشخروا؟ الشخير ده يعتبر واحد من أعراض مرض اسمه انقطاع النفس الانسدادي أو الأوبستراكتيف سليب أبنيا. وده عبارة عن مرض بيبقى فيه شخير بسبب ضيق المجرى الهوائي، ومع الشخير ده ممكن النفس ينقطع تماما لمدة ثواني وقت النوم. وانقطاع النفس ده بيسبب صحيان من النوم حتى لو المريض ما أخدش باله إن هو صحي، وبالتالي الواحد بيصحى كذا مرة بالليل وما بياخدش كفايته من النوم، وتاني يوم بيحس بالإرهاق والتعب، وكمان بينام كتير خلال اليوم. وعادة اللي بيشتكي بيكون الشخص اللي بيشاركه الفراش بسبب تكرار الشخير وكمان الانقطاع بتاع النفس. والمرض ده بيكون سببه حاجة من الاتنين، يا إما إن الدافع أو الحافز للتنفس بيكون قليل من المخ نفسه، أو إن المجرى الهوائي بيكون ضيق وبالتالي بيحصل فيه انسداد، وده بيحصل نتيجة للسمنة المفرطة والوزن الزايد. بس مش كل حد بيشخر بيبقى عنده الأوبستراكتيف سليب أبنيا أو انقطاع النفس الانسدادي، ولكن اللي عنده الأعراض دهيت إلى جانب الشخير يجوز يكون عنده المرض ده. وعلاج انقطاع النفس الانسدادي بيعتمد على حاجات مختلفة، أهمها فقدان الوزن، غير إن العيان ممكن إنه يناقش علاجات مختلفة مع الدكتور. يعني مثلا ممكن نستخدم دعامات علشان تحافظ على المجرى الهوائي مفتوح، كمان ممكن نستخدم أجهزة بتعلي ضغط الهواء في المجرى الهوائي وبتساعده على إنه يفضل مفتوح. وفي بعض الحالات ممكن إن احنا نلجأ للجراحة، وفي كل الأحوال العلاج بيتم مناقشته مع الدكتور، والناس بعد العلاج بتحس بتحسن كبير جدا في الأعراض وكمان في قدرتها على العمل والطاقة. المرض التاني هو الأرق، وبيعتبر من أكتر الأمراض انتشارا، وبيعاني منه حوالي 40% من الناس في مرحلة معينة من عمرهم. والأرق معناه يا إما إن كمية النوم تقل في الليلة، أو إن الواحد ما يعرفش يدخل في النوم بسهولة، أو إن هو يقوم من النوم قبل ما يحصل على كفايته من النوم. كمان ممكن إن هو يبقى بيصحى بالليل كذا مرة. والأرق أسبابه مختلفة وكتير، أهمها التوتر والقلق، وكمان أسباب جينية وأمراض وراثية، زائد الأرق اللي ممكن يكون بسبب الأدوية أو المنبهات، أو الأرق اللي ممكن يكون بسبب أمراض تانية موجودة عند الإنسان. ومن أهم النصايح للي بيعاني من الأرق هو الحفاظ على ثقافة النوم الصحي أو اللي بنقول عليها السليب هايجين، وبتتضمن حاجات كتير، أهمها تثبيت مواعيد النوم، ونبتعد على قد ما نقدر عن نومة الظهر. كمان نقلل من المنبهات اللي بناخدها في خلال اليوم زي الشاي والقهوة والنيكوتين، ونبتعد عنها تماما من فترة بعد الظهر. كمان ان احنا نحاول ننام في بيئة ملائمة، والبيئة الملائمة دهيت بتكون هادية وما يكونش فيها دوشة كتير، وكمان تكون درجة الحرارة بتاعتها درجة معقولة. حاجة مهمة جدا ان احنا نستخدم السرير بس للنوم، ما نستخدموش للقراية ولا للكمبيوتر ولا للفرجة على التلفزيون. حتى لو عندك أرق بالليل وانت في السرير، اطلع بره السرير، اعمل اي حاجة بره السرير وبعدين ارجع للسرير بس لما تبقى عايز تنام. المرض الثالث اللي هنتكلم عنه هو النوم المفرط القهري او الناركولابسي، وده مرض بيكون بسبب الدخول في النوم بشكل غير ملائم، يعني مثلا وقت السواقة او وقت الاجتماعات المهمة، او حتى وانت قاعد بتتكلم مع واحد صاحبك، وده بيسبب حرج كبير عند اللي بيعاني من المرض ده.
ومن أعراض المرض التانية غير الدخول في النوم الشلل اللي بيحصل للعضلات بدون فقدان في الوعي اللي بنسميه الكاتابلاكسي، وده بيكون بسبب الانفعالات الشديدة. ومن أعراضه برضو الهلاوس اللي بتحصل وقت الدخول في النوم أو الصحيان من النوم. وكمان السليب باراليسيس أو الشلل النومي اللي المريض فيه بيعاني من نوبة من الشلل بتقعد لمدة بعض ثواني وهو بيصحى من النوم، وبتكون إحساس مخيف جدا. والمرض ده بيتعالج علاجات دوائية مختلفة، منها المنبهات اللي بتقلل من كمية النوم خلال النهار، وكمان ممكن نستخدم بعض المنومات اللي بتقلل من الرام سليب، لأن المرض ده بيكون بسبب الرام سليب أو نوم حركة العين السريعة اللي بيحصل بشكل غير ملائم. أما مرض الشلل النومي فده بيحصل مع أو من غير النوم القهري، وبيحصل فيه إن الإنسان بيصحى في وسط الليل غالبا مع كابوس وما عندوش أي قدرة إنه يتحرك، وبيبقى معروف في الثقافات التقليدية باسم الجاثوم أو الإنكوبوس. وبكده عرفنا بعض الأمراض أو الاضطرابات اللي بتحصل للنوم، منها انقطاع النفس الانسدادي والأرق والنوم المفرط وكمان الشلل النومي. في الحلقة الجاية هنتكلم على بعض الاضطرابات التانية، وهنتكلم أكتر على الصحة النومية.